الله وأوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم الى هذا النقل التلفزي المباشر الرسميه الاتيه. طبعا سامي هلال كيف كنتابعوا، مشكور مراد الشتيوي، مباركي ايهاب، فريق الترجي الرياضي التونسي اللي كيقودوا طبعا الاطار التونسي واللاعب معروف خالد بن يحيى، المساعد الثاني محمد الراجي، والحكم الرابع محمد أبرطون، ثم السيد المندوب او الحاج محمد. مجموعه من اللاعبين اللي حاضرين في التشكيله الاساسيه وايضا استعداد للمباريات المقبله. اذا تعطى ضربه الانطلاقه باقدام المراكشيه في هذه المقابله التي نتمناها تغد مباراه الإياب بشكل مميز. هذه محاوله لصالح فريق الترجي الرياضي التونسي، امكانيه تصويب ولكن مباشره الى خارج ارضيه الملعب. بناء العمليه الهجوميه، تخدير، رجعت من جديد لصالح فريق الكوكب الرياضي المراكشي. فرصه امكانيه التصويب، لحظه تصويبه جميله، تصويبه جميله. عبد الله منصوري نشاهدوا التصويبه، عمر منصوري بالفعل. شاهدونا المحاوله، فرصه ولكن كاين خطا كنقول ديال اللي خلات غياب جماهيري كيبان بهذه الطريقه. هذه كره ملعوبه من جديد لفريق الترجي الرياضي التونسي. فرصه مشات الكره من جديد للجهه اليمنى. كيساعد تمريره، فرصه داخل منطقه العمليات، كترجع من جديد على مستوى خط الوسط. هذه حمله مرتده، حسن الحظ هناك تغطيه يمكن نعتبرها يعني رائعه. الى منصوري كان في الخلف او تابع المحاوله، فرصه ولكن كيراعي الحكم المساعد اليمنى شمس الدين دوادي. شاهدونا فرصه خطيره، يجب ابعاد الخطوره. بالتالي كيف كتابعوا الان الحكم كيقول هناك خطا. تابعوا هذه المحاوله، هذه فرصه علودي كيحاول يدخل داخل منطقه العمليات. الحكم راكم العديد كيلعب، كاين فرصه ملعوبه من جديد، امكانيه التصويب ولكن بعيده. مشاركه احسن من سفيان العلودي. البجا كيحاول كيمرر تمريره، فرصه داخل منطقه العمليات. رجعت من جديد في خط الوسط، فرصه داخل منطقه العمليات خطيره جدا. الحكم تابع العمليه الماضيه، اكيد انه راقب التدخل ديال كره ملعوبه اماميه في خط امامي. فرصه تحضير الخلق ممتازه، كاين تسلل هذه الخطوره فقط من جانب عناصر الترجي. رجعت هجمه مرتده مضاده الان. فرصه ممتازه داخل منطقه العمليات، ممتازه جدا. هذه محاوله، فرصه مشي الى خارج ارضيه الملعب. نتابعوا انه كان الكوكب الرياضي المراكشي اوزوكا، محمد اوزوكا. تابعوا هذه فرصه ملعوبه، منصوري عمر كان الدخول داخل منطقه العمليات. تابعوا هذه الكره، فرصه اماميه كادت ان تغالط الحارس. من جديد التصويب، فرصه من جهه سليم داخل منطقه او على مستوى مستطيل الاخضر. تابعوا اللقطه، عمليه هجوميه، تصويب المباشر، على الاقل نكتشفوا القدره ديال الحارس على البعد. تابعوا ديال المحاوله، شاهدوا سفيان البجا تمريره جميله، والحارس حراس جدد ولكن ارتأى الجميع انه يبقاو جميع الحراس. تابعوا المحاوله، فرصه تصويبه جميله من خلال البجا تمريره ممتازه كتمشي عند منصوري. هنا المحاوله التمرير، الدخول داخل منطقه العمليات، فرصه جميله ولكن غياب المتابعه. شاهدوا معايا الطريقه وهنا السرعه ديال الاستجابه، لان سفيان البجا وسفيان العلودي يعني كاد ان يوقع الهدف الاول في هذه المقابله بطريقه جميله. طبعا نتابعوا كره نفذت داخل منطقه العمليات، ما خرجتش الكره، محاوله للمرور. شاهدوا المهارات الفرديه جميله من جانب اللاعب طبعا اللي تابعناه اللي هو علي بوناني، احد اللاعبين اللي يمكن نقول بانه عطى على الاقل واحد الدفعه. تابعوا المحاوله وهدف شبه الطريقه
للمدرب الحالي هذه تصويبه ومباشره تختتم بالدفاع قبل ان يعود الحكم هشام التيازي ارضيه الملعب. زال الصراع، تمريره داخل منطقه العمليات ومحاوله ابعاد الخطورات تصويبه ونقول ويفتحوا بوابه التسجيل. تابعونا الفرصه داخل منطقه العمليات من جديد علودي، فرصه داخل منطقه العمليات، تمريره كانت جيده ولكن تمريره ممتازه بطريقه جميله، شطيبي تصويبه ممتازه داخل منطقه العمليات، فرصه. ماذا يقول الحكم؟ خطا لصالح الحارس في الوقت اللي كانت تصويبه ديال شمس الدين الشطيبي مهمه جدا. اعتقد انه قال تسلل. تابعونا وداخل منطقه العمليات، اعتقد ان العمليه سليمه. شاهدوا الطريقه ديال البناء العمليه الهجوميه، تغيير كلي هذه المره الجهه اليمنى، فرصه المسؤول البناء الهجومي داخل منطقه العمليات. الرياضي التونسي كيحاولوا ما يمكن انهم يحتفظوا بالكرات لوقت اكبر. صحيح ان النتيجه الان صالح مبتلي اللاعبين بايقاع مرتاحين. تابعوا هذه محاوله وفرصه داخل منطقه العمليات، يجب استثمارها بشكل سليم. عمليه هجوميه داخل منطقه العمليات، يمكن تصويبه ولكن بعيده. تابعوا هذه العمليه، خط الامامي، فرصه ولكن في اخر مطاف رجعت عن شمس الدين شطيبي، تمريره ممتازه في اتجاه البلجا، تغطيه من جانب ذلك كترجع الكره للعناصر ديال فريق الترجيح. هذه الكره كنقول بانه كان بامكانها تغطيه هدف اخر بشكل خاطف، خروج خاطئ ايضا الحارس لانه خلى امتار كبيره بينه وبين الشباك. علينا لمحاوله هجمه اماميه من جانب عناصر ديال فريق الكوكب الرياضي مراكشي، سامبا سقط على ارضيه الملعب. ضربة خطأ مهمة جدا، فرصة ممتازة، الحارس كيرجع الكرة جديد شمس الدين شطيبي، عرفت هي الآن تمرير داخل منطقة العمليات، فرصة بالراس ولكن مشات بشكل رائع تسجيل أهداف يعني في العديد من المباريات، فلماذا في مباراة اليوم؟ تابعونا محاولة، فرصة ممتازة داخل منطقة العمليات من جديد ولكن الحارس في مكان مناسب، تعادل بطريقة ممتازة وجيدة وما كاينش تسلل إطلاقا، دخول موفق داخل منطقة العمليات ولكن يوسف العيطي يعني كرة ملعوبة داخل منطقة العمليات، فرصة ممتازة، محاولة تصويب ولكن جوج ديال اللاعبين كيضيعوا فرصه ديال تسجيل هدف التعادل. مع ذلك كتظل محاوله مستمره لتمريرها داخل منطقه العمليات من جديد، فرصه بالراس ولكن في اخر مطاف اعتقد نهايه المقابله بالفعل